كان يا مكان في زمان غير هاد الزمان، وفي دوار بعيد اسمو دوار جميع. هاد الدوار ما كانش كيف الدواوير الاخرى اللي تبدلات ومحاتها الايام. هذا دوار بقى على اصله، ديورو من طين مبنيه ملصقه على بعضها، الدار حدا الدار. هاد الديور كانت تشهد على الفرحه والحزان، وعلى الايام الصعيبه والزوينه، على الخير والبركه، وحتى على قلة الشيء اللي كانت كتحضر مرة. دروبو كانت ضيقة، كل درب كيوصل لآخر، مزينينهم حبال معلقين عليهم ناس الدوار حويجهم، واللي كانوا كيدلوا وكيبينوا باللي كاين صباح جديد ونهار ديال الخدمة والجرة. كتحركهم ريح الصباح الباردة، وكتنشفهم شمس الظهيرة بالزربة. ريحة الخبز الطري والحامي كانت كتشم في كل بلاصة وكتشهي. زيد عليها ريحة الطاجين اللي منصوب بزيت الزيتون ولا زيت رقان اللي كيطيب على الجمر بالمهل. هاد الروايح كانوا كيخرجوا من كل طرف هاد الدوار، اللي ناسو كانوا بساط، ما كيكلفوش على ريوسهم وما كيتباهوش على بعضهم. كانوا قانعين بعيشتهم، حامدين الله على رزقهم. قلوبهم كانت نقية، ما كيعرفوا لا حقد ولا حسد ولا وسواس هاد الدنيا. وفي هاد الدوار يا حدار كانوا عايشين جوج الخوت شقاق، واحد فيهم ما كيشبه للثاني، كلو فعلوا وطبعوا، ولكن كانوا كيعزوا بعضهم. وجا معاهم الحرفة اللي ورثوها على باهم. ميلود كان هو الكبير، كان راجل رزين ومعقول، صبار وما شافش في الزمان قليل. وخا كان في عمر الشباب، ولكن عقله كان سابق العمر. هدرته قليلة، ولكن كلامه موزن وعامر بالحكمة. كانوا الناس كياخدوا بريو وكيحليهم الخلاف والصداع. أما عثمان فكان هو الصغير، وجهه منور وكلامه حلو وديما ضحك. كان كيعرف كيفاش يكسب ود الناس بمزاحه وملاغته اللي كتنسي الهموم. كل واحد ديال الحباب من هاد الخوت كان طيان، وهاد الصنعة هي باش كيصوروا قوت يومهم وكيعيشوا، واللي ما كانتش سهلة، كانت صعيبة وكيخصها الدرع والكتاف. كان كل نهار كيدوز عندهم كيجمعوا فيه الطين النقي اللي لونه حمر غامق ورطب من جناب الواد، من بعد كل شتا قوية ولا من الروافد. كيحفروا عليه الأرض، كينقيوه ويصفيوه، ومن بعد كيعجنوه بيديهم حتى كيولي رطب بحال العجينة. كيولي واجد باش يخدموا به ويتفننوا في صنعته. كيخرجوا منه القلال الكبار اللي كتبرد الماء، والمغارف والبرقان، الطواجن بالشكل والنوع والحجام. كانت كل حاجة كيصيبوها كتبان فيها اللمسة ديال يديهم والخدمة المتقونة ديالهم. وخا كان الشغل قاصح وخدمتهم صعيبة وكتعيي الصحة، ولكن هما ولفوها وداو على تمارة، وكانت ايامهم كدوز على هاد الحال. عثمان وميلود ما ورتوش غير حرفة الطين على باهم، ورتو حتى واحد الدار، دار كبيرة وزوينة، واللي اتفقوا باش يفرقوها من بعد زواجهم، وكل واحد يسكن في حقه مع مراته ووليداته. كانوا عارفين باللي بعض العيالات كيجيبوا المشاكل وكيفرقوا الحباب، وكيف قالوا ناس زمان كيد النسا يغلب كيد الشيطان وراهم عقارب سواكن ويقرصوا. داكشي علاش فكر عثمان وميلود باش يبعدوا راسهم على هاد المشاكل وما يخليوش الدخله للصداع منين يجيهم، وداروا اللي اتفقوا عليه. وهنا بالهم ومشات ايام وجات ايام، وتزوج ميلود من باهية بنت الناس، جميلة بزاف ولكن نية وخشيمة. باهية كانت كتفهم حال راجلها ميلود، وكتعرف باللي رزقهم قليل، كتحاول تخفف عليه
واخا غير بكلمة طيبة حلوة، وملي كتسالي شقاها كتعاونو باللي قدات عليه، يا إما تسقي ليه الماء، يا إما تعجن معاه الطين وتزيد تقشب معاه وتضحك ليه وتخفف عليه تعبليا وتزيل عليه الهموم. أما عثمان تزوج من زينب اللي كان زينها على قد الحال، وحتى قلبها كان على قد الحال، قاصح وعامر بالحسد، الحسد ديال بهية يا الحباب، اللي ضربها عليها وزيد عليها ما قنعش بداك الشيء اللي قسم ليها الله. عينيها كانوا ديما كيشوفوا في داك الشيء اللي عند الناس، كانت كتحلم بحياة رفيهة وكتبغي اللباس الغالي والذهب اللي كتشوف عند عيالات المدينة، كانت كتقارن راسها ديما باللي دايرين بيها، وديما كتلوم عثمان على فقرهم وكتشكى من عيشتهم، واخا راه ما دار لا بيديه ولا برجليه، القسمة قسمة الله والرزق رزق الله، ما رحماتوش. واخا كتشوفو كيضرب تمارة ودير ما في جهدو باش يعيشوا بحالهم بحال الناس، ما قدرتش ظروفه وحرفتو الصعيبة. ميلود وعثمانية الحباب كانوا كل نهار كيهزوا على كتافهم كفاف ثقيلة عامرة بماء على الفخار اللي صيبوا بيديهم وتفننوا فيهم، وكيقطعوا طريق طويلة وصعيبة على رجليهم المدينة تحت شمس الصيف ولا برودة الشتاء باش يترزقوا الله ويبيعوا سلعتهم. ميلود كان رزقه ديما قليل، يالله كيكفيه العشاء ليلة وخبز غدا، ولكن كان مؤمن ديما كيحمد الله على الصحة والرزيق والقسمية والنصيب، وحتى على المرأة اللي رزقوا بها الله صابرة معاه وكتبغيه ومحترماه. أما عثمان فكان عنده الزهر اللي كيهرس الحجر من نهار تلاقى مع التاجر اليهودي في سوق المدينة. عثمان كان حاط سلعته على حصيرة من الدم قديمة وجالس على الله كيتسنى رزقه، حتى شافوا التاجر اليهودي سي موسى، راجل كبير في السن وحرفتو بيع شراي، عجباتو البضاعة وعرفها خدمة نقية، خدمة الصنايعية، هز منها وبدا كيشوف كل حبة بالخاطر. ومن بعد سول عثمان وتكلم وقال: قول لي يا وليدي، هاد الفخار واش من صنع يديك ولا شاريه من عند مواليه؟ لا مولاي، هاد البضاعة من صنع يدي ويد خويا وعوينا ربي. سي موسى ملي عرف بلي عثمان هو الصنايعي الرقيقي عجبو الحال وشرى من عند عثمان كاع السلعة اللي جاب معاه داك النهار، وزاد عطاه طلبية كبيرة كلها طواجن ومجامر وقصاعي والواني، وقال ليه يوجدهم ليه في أقرب وقت. عثمان فرح فرحة كبيرة بالرزق اللي عطاه الله، ومشى كيجري لعند مراته باش يقولها ليها ويخليها تفرح معاه، وغير دخل للدار عيط على مراته وتكلم وقال: زينب وزينب افرحي، اليوم يوم السعد، بحكات لينا الايام، شوفي بشحال بعت السلعة اليوم. زينب غير شافت السريرة عامرة بالمال فرحت بزاف وعينيها خرجوا من راسها وتكلمت وقالت: النهار كبير هذا، صافي غنساو الفقر والضنك وغنوليو تحنا من العيان وناس بخيرنا وخميرنا. بايه لالا، ونزيدك التاجر اليهودي اللي بعت لي السلعة راه عطاني طلبية اخرى وما كرهش نوجدها ليه اليوم قبل غدا. ايوا نخليك دابا، راه غير قلت نجي نفرحك انت الاولى، دابا خصني نمشي عند خويا ميلود نزف ليه حتى هو هاد الخبار ونبداو الخدمه من النهار. اشنا هي؟ واش انت جبتيها بدراعك وربي رزقك وتمشي تفيق الهبل بضرب الحجر؟ وياك عثمان، راهي الا مشيتي حتى شركتي مع خوك هاد البيعه وشريه ما نالك ما انت ليا. وعلاش بنت الناس؟ هذاك راه خويا ولد امي وبويا، وكيف تشاركنا تماره والخدمه والحلوه والحاره
خاصنا نفرقو خلة مجهودنا وتعب السنين طويلة. يا زماني، هذاك خوك ما بلكلكش عدوك، ولكن هذاك راه رزقك انت ورزق وليداتنا، وكون ربي بغى يرزقو هو كل كان التاجر اليهودي بدلك انت. والله يهديك زماني، راه كلشي باين وواضح، ما تخليش خيرنا يدين غيرنا. خلاوها ناس زمان حديت نسا يونس ويعلم الفهامة، يديروا من الريح قلادة ويحسنوا لك بلامة. وهاد الشي اللي دارت زينب العثمان، حتى خلاتو يفكر ويدورها في راسو ويقول باللي كلامها صحيح. تبعها ودار بريها وما عطى لخوه يا الحباب باش يعمي عيني، سكت على ما فيه وخدم البضاعة حسي مسي وباعها للتاجر اليهودي. وما بين ليلة ونهار تغنى عثمان وصبح حاله غير الحال، من بعد ما كان بحالو بحال خوه فقير معدوم عايش على قد الحال. عثمان من بعد ما تغنى هجر حرفت بوه وجدودو ولا تاجر كبير، شرا حوانت التواب والعطرية في سوق المدينة، خدم معاه الحمالة والجمالة ولا كيبيع سلعتو في البلاد وحتى في بلدان أخرى. وخا هاد الخير كامل ما تفكر خوه ميلود اللي مسكين بقى على حاله كيجري على طرف الخبز باش يعيش ويعيش ولادو حتى بالريال الصفر. وحتى ميلود كان راجل بنفسه وما تيقبل الدل على راسو ولا كيتسنى شي حد يعطيه ويمد ليه. اما زينب مرات عثمان اللي كانت خبيثه في طبعها وقلبها ما كيعرف لا قناعه ولا رضا، ملي شافت كيفاش تبدل حالها وكيفاش ولات عايشه في الخير والخمير، بدات كل صباح كتبان وكتباها بكل ما كتملك من ذهب ولباس غالي وحرير على عيالات الدوار. وكان همها الشاغل بالها هو تغيض وتفقس باهية مرات ميلود اللي كانت مسكينة عايشة على قد الحال، ما تكسب ما تعلم. ولكن شكون خلاك؟ كانت زينب كتجي لعند باهية كل نهار وهي لابسة لباس جديد، يا قفطان حرير يا تكشيطة مطرزة بخيوط الذهب، معمرة يديها وعنقها وحتى رجليها بالذهب. كتوقف قدام باهية والسم كيقطر من جبهتها وكتكلم وتقول: شفتي يا باهية، هذا راه قفطان جديد جابوا لي راجلي عثمان من فاس، وحتى هاد الدمالج راهم من الذهب الخالص، وهاد خوات من اللي في صباعي هانتي شوفي يا حبيبتي وكحلي لي عويناتك، راه حتى هما ذهب حر. وغدا ان شاء الله غادي يزيد يشري لي سيدي عثمان عقد اللويز وكسة الودنين. خلاها مولاها لا تحكم بالمظاهر، راه الزين كيغري واخا تشوف في العين دموع باهية، راه القلب فيه سيف كيضري. هذا كان حال زينب مع باهية المسكينة اللي كانت كتحاول تصبر وتخبي حزنها، ولكن زينب ما قالتهاش ولا خلاتها في حالها، بقات تجي لعندها كل نهار وتباهى بخيرها عليها يوم على يوم، حتى تزرعت الغيرة في قلب باهية ولات كتغير من زينب اللي وخا هاد الشي كامل ما برد ليهاش الخاطر ولا هنا ليها البال، وخا دارت اللي دارت وقالت اللي قالت، زاد فكرت مع راسها حتى ولات كتشيطن وكتعمر باهية على راجلها. كتبقاي فيا يا صحيبتي زينة وصغيرة شحوة منك، ولكن ما عندك زهر يا مسكينة. الصراحة تستاهلي حسن من ميلود اللي معيشك في الفقر والضنك. مالك يا اختي عليها حالة، دفنا زينك وشبابك معاه وهو ما يكسب ما يعلان. طلقي منه وسيري شوفي حياتك، راه الدنيا واسعة وعريضة وراه 1000 واحد يتمناك.
وبسبب كلام زينب اللي كله سم في سم بدات الغيرة كتجدر في قلب باهية من فشوش وفشير زينب عليها، اللي كانت كل نهار كتجي لعندها وتوريها تفاصيل الحرير وخواتم الذهب ومدج النقرة اللي شراهم ليها رجلها عثمان. حتى ولات باهية كتهضر هي مع راسها المسكينة كل ليلة وكتكلم وتقول: واش بصح أنا نستاهل ما حسن؟ واقيلا عندها الحق. علاش غنخلي زيني وشبابي يمشيو هكاك في هذا الفقر؟ علاش ما نكونش بحال زينب عايشه في العز والرخاء؟ بدات باهية كتعاتب وكتنقر على راجلها ميلود كل نهار، غير كيدخل مسكين من الخدمة باقي حتى ما قلع صباطو، كتهضر معاه وتعطيها للنقير وتقول: قول لي يا ميلود، علاش ما ديرش بحسابي كيف دايرين الرجال بحساب عيالاتهم ومهلين فيهم؟ شو ذوق عثمان ما مخصص لمراتو زينب حتى حاجه، مخرقها ذهب وحرير، وانا لا لباس ولا حتى نحاس، واخا زينه وصغيره عليها. عندك الحق في هادي، صغيره وزوينه عليها، ولكن خاصك ديري عقلك شويه. خويا راه غناه الله وعطاه من المال اللي يشري به الذهب لمراته ويتهلا فيها ويدور بها حتى الخدم الا بغات. اما انا غير دريوش على قد الحال، كتشوفوني مداب صغير مع طرف د الخبز باش نعيشو، وما عندي جهد ولا خرقات شي حاجه اخرى. ايه وانا شنو ذنبي؟ شنو ذنبي حتى انا نعيش هاد العيشه مقهوره ومدلوله، ولا الليتي عايشت في العز والخير داير بهم؟ يا سيدي الا ما قديتي توفر لي داك الشيء اللي بغيت من ذهب ولباس حرير تكاشط ودفاين بحال كيف دير خوك لمراتو، حسن لك تطلقني وخليني نقلب على رزقي. الله يهديك يا هاد المرأة، استغفري مولاك. عهدي بك رزينة وعارفة شرع الله، وعارفة باللي الرزق هو الله ومن غيره ما كاين. كيضحك عليك راسك ياك؟ ولا هادي زينب؟ ايوا هودني منك، راني نديرها لك على قد فمك ونطلقك. راه سخونية الراس كترجع على مولاها بالبرودة. بصح يا سيدي باهية زوينة وحنينة، واللي في قلبها على لسانها، ما كتآدي ما كتعقر، ولكن عطات عقلها لغيرها حتى لعبت عليها وغلطت في حق نفسها وحق راجلها، وتقول واش بغات تنعل شيطانها. كل نهار كتعاود لراجلها نفس الكلام وتطلب منه الطلاق. ميلود المسكين كان كيحاول يصبر وكيذكرها باللي الارزاق بيد الله وباللي الفلوس ما كيدوموش، ولكن باهية تبدلات وولات شانته وعنيده وقلبها حمر بالغيره والطمع عمليها البصيره. عيا ميلود من الهضره اللي ما بقات ليها معنى ولا لزمه معاها. صبر ودار جهدو معاها باش ترجع للطريق ودير عقلها، ولكن بحال اللي تيكب الماء على الرمله. ومن بعد ليالي طويله دوزهم ميلود في الحيره والتخمام، خدا قرارو وما بقاو كيبانوا ليه لا خدود ولا قدود، لا 10 سنين ولا غرام ولا ملحة وطعام. طلق ميلود باهية ووصلت زينب لداك الشي اللي بغات، خربت ليها دارها وشتتت ليها شملها، ومشات ايام وجات ايام وباهية اللي طلقات وخلات راجلها عند بالها غتزوج مرة أخرى وغتعيش في الغنى والموال الكتيرة كيف قالت ليها زينب اللي ضحكت عليها وغشماتها. لقات راسها يا سيدي بوحدها، هي وصهد الزمان وكان خاصها تخدم باش تصور قوت يومها. لقاتها زينب وجيبة وردتها خدامة عندها من بعد ما تسيفت عليها وراتها وجهها الخبيت، زيدتها الكرفي وتمارة، غسيل الزرابي والصوف ودقان الدرا ومسيح الغبرة. هادشي كله يا الحباب باش باهية يضعف عودها ويدبال زينها اللي عليه حسداها. وملي دازت المدة ودازو الايام حست باهية باللي خسرت كل شي، خسرت الراجل اللي كان كيبغيها
وما دركات الفلوس اللي كانت كتحلم بيها، وفي وسط هاد الدل والعذاب اللي ما كيتحملش فقط هي من غفلتها وتحلو عينيها، وفهمت قيمة القناعة اللي كانت كتزين حياتها البسيطة. فهمت باللي السعادة ماشي في الفلوس وماشي في الجاه، هادو بجوجهم راه ما كيدوموش وما كيبقاوش، حيت شافت بعينيها باللي زينب عندها من الذهب والمال اللي تعيش به حتى تموت، ولكن في نفس الوقت ما عندهاش قلب بحال قلبها، بيض وصافي ما كيتباع ما كيتشرى. تفكرت باهية ايامها مع ميلود، دوك الايام اللي كانت عامرة بالمحبة والعيشة الكريمة. فكرت شحال كان كيعاملها بلطف واحترام، وعمرو ما بخل عليها ولا قصر من جهتها. بكات وندمات على كاع داكشي اللي دارت وعلى النعمة اللي خسرات. وفي يوم من الايام ومن بعد ما فاض الكيل وضاقت بها الارض، جمعت باهية راسها وقررت باش تمشي عند ميلود وتطلب منه السماحة وترجع لدارها. دقت بابو ودخلت لعنده بقلب حزين، والدموع كتنزل على خدودها الموردة. حكات ليه كل ما جرى ليها بصدق، وكيفاش زينب كانت سبب في خراب دارها، وكيفاش لعبت ليها على عقلها وعمرت ليها راسها، تيقتها وثقت فيها. ميلود اللي قلبه كان باقي ومازال عامر بالحب ديال باهية سمع ليها بالخاطر وشاف في عينيها الندم، وتأكد من صدق كلامها، وبلا ما يفكر جوج المرات رجعها لدمته، ولكن شرط عليها شروطه وقال ليها باش تقنع بالقسمية وما عمرها تعاود تقول لي شري ليا ولا جيب لي شي حاجة فوق جهده. اتفقوا بيناتهم وتوالموا، وباهية فرحت فرحة كبيرة ووعدت رجلها باللي عمرها ما غتخسر خاطره وغتكون ليه زوجة صالحة وتخليه يزيد يبغيها ويموت عليها. باش تكمل فرحتها وتهنا في دارها مع رجلها، تفرقت على عشرة زينب اللي ما وقفتش الحباب ولا تحدات، رجعات كتخطط من جدة وجديد. من بعد ما عرفت باللي باهية رجعت لراجلها ميلود، حاولت الخبيثة باش تضحك عليها مرة أخرى تخسر عليها حياتها من جديد. رجعت كتجي لعندها كل نهار بحجة تسول فيها، ولكن باهية عرفت زين باش كتسوى، حضرت عليها العين باش تفهم راسها وتخليها في حالها، حيت بانت نيتها الخبيثة والشر اللي كيتغلغل في قلبها. وكيف قالوا ناس زمان، قال لي شمتك، قال لي عرفتك. وباهية ما بقاش خافي عليها حل زينب، ربي جزاها على نيتها وطيبتها وعلى قناعتها اللي ولات باينه في فعلها مع رجلها ميلود، اللي كان ديما قانع وصابر، صبر على حاله وصبر على صهد الزمان، وكان مآمن باللي رزق هو الله يطلب ويجود عليه ويغنيه من فضله وكرمه. وفي يوم من الايام ميلود خرج لخدمته كيف العاده، وهو كيجمع الطين من الروافد هز فاسو وبدا كيحفر في الارض، حتى بانت ليه واحد القله ديال الطين، هزها وغسلها من الطين والتراب اللي فيها، فتحها باش يعرف شنو فيها، لقاها عامره بالذهب الخالص اللي ما عمرو شاف بحاله في حياته كلها. بقى مبهور ما صدقش عينيه من شدة الفرحة، سجد لله كيحمدو وكيشكرو على هذا الرزق اللي عطاه واللي ما كانش كيتسناه ولا عمرو حلم به. وبفضل هذا الرزق تبدل حاله ولا تاجر كبير في التواب، كيصيفط القافلات البلاد اليمن والشام، وشرى دار في المدينة كبيرة وواسعة وبعيد على البلاصة اللي ساكنة فيها زينب الشيطانة، بعد باش يتهنى من صداعها وغيرتها وباش يعيش في الهدوء وراحة البال مع مرته باهية. تهلا في ولادو وفي مراته اللي حباته وبغاته وصبرت معاه حتى حن عليهم الله، عوضهم ميلود على كل ايام القحط والجوع اللي دازوا عليهم، وخرق باهية في الذهب والحرير والخلاخل والحوالق كيف كانت كتمنى وتحلم، ودار ليها حتى الخدم، ولات عايشة عيشة عيالة السلطان، تشير بصباحها واللي بغاتها تجي لعندها
ومن جهة أخرى ميلود ما نساش خوه عثمان، كان ديما كيسول فيه وكيمشي يشوفو في محل خدمته ملي كيتوحشوا. بقات العلاقة بين الخوت مبنية على الاحترام والمحبة، حيت ميلود كان عارف باللي مرات خوه هي سبب الفتنة بينه وبين خوه وبينه وبين مراته، وضد فيها ميلود دار عقله في راسو وما حقد ما كره ما فرط في خوه. أما زينب بقات عايشة في الخير والخمير والمال الكتير، ولكن قلبها ما لقاش القناعة بمرة، بقات كتحسد كل واحد كتشوفه بخير وعلى خير، حتى ولات مريضة بالشك والتبعة ديال الناس. عرفوها أهل الدوار اش كتسوى، وبقات همتهم لا بلباسها ولا بذهبها ولا بحريرها ولا حتى بكلامها اللي كله تخلوض ونفاق وكتسعى به الخراب البيوت. كل شي نفر منها وكل شي بعد على طريقها، خلتها مولاتها المزوق من برا اش خبارك من الداخل. وهنا سالت حكايتي ومشات خبرتي من واد الواد ومن بلاد البلاد، وانا بقيت مع الناس الجواد.